حاجه. المهم لما رحت الدكران الموظفين يقول لك مش هينفع. قلت له انا عاوز المشرف بتاعه، عايز اتكلم مع مشرف، عاوز اتكلم مع واحد بيفهم. المشرف بتاعهم جه قال لي اتفضل ايه مشكلتك؟ قلت له انت دارس معاك كليه الاول؟ انت معاك كليه؟ قال لي اه انا معايا كليه. قلت له يعني بتفهم؟ قال لي اه بفهم. قلت له وضع واحد اثنين ثلاثه، واحد اثنين ثلاثه هتحل لي المشكله ولا لا؟ قال لي انت عندك حق هحل لك المشكله. قال لي 6 ايام وتعالى خد الرخصه بتاعتك. والله في ناس كده ما بتفهمش، يعني انت لما تروح في حته مصلحه حكوميه في موظف بيفهم، في موظف ماهوش فاهم انت عاوز ايه او ما جالوش في الحكايه دي قبل كده. فعشان كده خليك رويح وازهق عليهم وتعصب عليهم العمليه بتاعتك بتيجي. اما بقى تروح وتيجي وتقعد توجع دماغك فدي كده مش هينفع. تمام؟ يعني انا بديك نصيحه اهوت، المصلحه بتاعتك ما تنسيتش، تطلب من المشرف وتزعق وما تمشيش لما تخلص مشكلتك. والنهارده الاربعاء بقى زي ما انتم عارفين النهارده يوم اجازتي. يوم اجازتي يعني ايه؟ نخلص اوراقنا نلف نتفسح. يلا سلام.